بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني لا أحد يمكن أن يتصور أنه بمعزل عن ما حدث في منطقة الشرق الأوسط، ومن يظن أنه يستطيع أن يصدر الإرهاب إلى أي دولة مجاورة أو أن يدعم الإرهابيين زي داعش وزي الإخوان وغيرهم ثم سيعيش بعد ذلك في أمن وأمان، فهو واهم وهو لا يعلم طبيعة الحالة الاجتماعية أو الحالة السياسية والتركيبة المعقدة جدا في منطقة الشرق الأوسط حاليا. أردوغان إرهابي دعم الإرهابيين على مدى الخمس سنوات الماضية، بيدعم داعش في العراق وبيدعم داعش وجبهة النصرة في سوريا وبيدعم الإخوان ضد مصر، بيأوي الإرهابيين الآن الهاربين من مصر في تركيا عنده، ثم يظن أنه يستطيع أن ينام قرير العين وأن يعيش حياة هادئة وحياة مستقرة وحياة سعيدة، وهذا يعني وهم كبير. أنا بسميه يعني رد فعل طبيعي من الجيش التركي لأفعال أردوغان الإجرامية والإرهابية، والإرادة الأردوغانية في أنه يستحوذ على السلطة وإقصاء الجيش التركي في سابقة يعني الحقيقة لم نعرف عنها قبل ذلك. إنما الرد الفعل من الشعب التركي تجاه الجيش التركي هو رد فعل غير طبيعي، هو رد فعل إخواني الحقيقة، مش رد فعل شعبي، رد فعل إخواني. أنصار أردوغان في تركيا عملوا ما كان يريد أنصار محمد مرسي أن يفعلوه في مصر. ما حدش من المصريين يتعجب مما شاهد، لأن لازم نعرف إن اللي حصل في تركيا من الشعب تجاه الجيش ده كان مخطط ليه إنه يحصل من الإخوان في مصر تجاه الجيش المصري، اللي طبعا طبيعة مصر وطبيعة الشعب المصري وطبيعة الجيش المصري حالة دون وقوع ذلك. ما حدش عره ضابط ولا جندي مصري، ما حدش طلع على دبابة مصرية زي ما شفنا هناك وداس عليها بالأقدام والأحذية، ما حدش ذبح أحد الجنود المصريين زي ما شفنا في تركيا. وده بيدل على أن طبيعة الجيش المصري ورفضه لجماعة الإخوان الإرهابية وتأييده للقيادة السياسية وتأييد الجيش المصري أيضا لما قام به الشعب في 30 يونيو هو الذي يعني حال دون ذلك. لا يظن أحد أنه المسألة انتهت، يعني أردوغان بيظن أو أنصار أردوغان بيظنوا أن الانقلاب اللي هم بيسموه انقلاب خلاص انتهى. أنا بقول هذه هي بداية النهاية لأردوغان وللإخوان عموما في تركيا، وإن المسألة مش هتنتهي عند اللي حصل من كام يوم وخلاص، لا ده هيبقى فيه تاني وتالت ورابع، ممكن في صور أخرى، ممكن في أشكال أخرى، ممكن ما بين فترة والتانية يكون في فترة زمنية معينة، لكن لن تعود تركيا إلى ما كانت عليه قبل يوم 14 يوليو 2016، ولن يعود أردوغان إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو 2016. لن تكون تركيا أو لن تنعم تركيا ولن تهدأ تركيا طول ما أردوغان على رأس السلطة في تركيا، لأنه يريد أن يستحوذ على السلطة مدى الحياة ويقهر الشعب التركي ويقهر المعارضة التركية ويقهر الجيش التركي. وكمان رد الفعل بتاعه تجاه التمثيلية اللي احنا أو المسرحية الهزلية اللي احنا شايفينها في تركيا هو رد فعل لا يمكن أبدا أن يمر مرور الكرام. يعني واحد اعتقل أكتر من 16,000 تقريبا من الجيش والشرطة والصحفيين والقضاء ومدرسين وأطباء في أقل من 48 ساعة أو 36 ساعة. يا راجل ده أنت لو بتكتب أسمائهم في كشوف محتاج وقت أطول من كده.